يا حسام. هو على فكره ده شغل عيال، يعني اللي انت ما تجيش ميعاد الراجل بتاع السوشيال ميديا. حسام ام نوت ان ذا مود ومش طايقه نفسي ولا طايقه حد. وبعدين انا بعت لك اليوزر نيم والباسورد، الراجل قال لك ايه بقى؟ هيعرف يساعدنا؟ هو شاكك ان هي حاجه متنظمه ضدك فعلا. هو هيحاول يعمل بلوك للاكونتات كلها ويشوف لو في حد كومن بينهم، بس لو في حد بروفيشنال هو اللي ورا الكلام ده هيبقى صعب ان هو يقفشه. على العموم هنشوف. اوكي. جيدة، سوري معلش سرحت، كنت بقرا حاجه. طيب هتعملي ايه بقى؟ ولا حاجه، هستنى اشوف الراجل اللي انت كلمته ده هيعمل ايه، وشايمه برضو هتشوف الموضوع، معرفش. والله هتعدي يا جي، ياما دقت على راس طبول. اوكي باي. مش كانت سابت لك ساره عشان تشوف طلبات البيت؟ انا جايب ساره علشان سيلي يا ماما. ماشي يا حبيبي، قوم كل. اصل انا كلمتي دايما اللي بتقف في الزور، ما انا لو ما كنتش جبت لك اكل ما كنتش هتاكل. متشكر يا ماما، ماليش نفس. وقلت لحضرتك ما تتعبيش نفسك وتيجي. مالك يا مروان؟ انا عمري ما شفتك كده. اول مره احس ان انا ظلمت حد يا ماما. احنا ما ظلمناش حد. انا ظلمت نور. طول عمر حضرتك ومقامك عندي كبير. بعد وفاه بابا الله يرحمه مش هنسى انك ضحيتي بحياتك علشان انا واختي. وده اللي بيخليني دايما ما كنتش اخد صف مراتي قدامك. انا همني مصلحتك ومصلحه سيلي، وبقول رايي وبتدخل عشان دايما هو بيبقى الصح. راي حضرتك ناخد بيه او ما ناخدش بيه دي حاجه بتاعتنا، لان دي حياتنا. هي شايفاني بتدخل؟ بتتدخلي؟ خليني ساكت احسن. لا اتكلم، واضح انك شايل جواك كتير قوي. نور وسيليا ضاعوا مني يا ماما. اظن حاجه تفرحك عشان ما حدش خلاص هيقول لك لا. فتمام. صباح على خير.